هلا معاكم داي. اكيد كلياتكم شفتوا صانع المحتوى وتحديدا صناع محتوى الانتقاد كيف تركوا المجال، مثل عندنا على سبيل المثال احمد ابو الرب وايضا باري تيوب، وفي غيرهم كمان مثل هنودي اوسم اللي صار تقريبا ما ينزل ابدا على الانتقاد. وهذا الشيء اللي خلاني افكر بشيء، هل يا ترى محتوى الانتقاد انتهى؟ هل فعلا صار محتوى الانتقاد الهادف في تحسين اليوتيوب محتوى مكروه وسيء بعد ما كان واحد من أنجح وأفضل المحتويات على اليوتيوب العربي؟ طبعا أكيد كشخص محنك وأسطوري اليوم إن شاء الله بحكي لك وبنغطي يعني الموضوع كامل، وبنشوف إذا فعلا محتوى الانتقاد صار محتوى سيء أو محتوى مكروه، وهل ممكن إنه ينقرض أو لا. بس أكيد قبل ما نبدأ المقطع كالعادة، هي أجمل التعليقات من آخر مقطع. جد شكرا كثير على دعمكم مستمر، والآن حط لايك واشترك، خلونا نوصل 100,000 مشترك بأسرع وقت يا جماعة الخير. حلم من 100,000، بالله عليكم الكل يشترك. والآن خلونا نبدأ. طيب خلونا أول شيء نتفق إنه بداية محتوى الانتقاد كانت بفترة كل الناس بدها تصير يوتيوبرز وتجيب مشاهدات وفلوس، اوكي؟ ومشان هيك الناس صارت تنزل اي شيء، هي الناس حابه بس انها تنشهر. كان يوتيوب شيء جديد عليهن، صاروا ينزلوا محتوى سيء جيد، اي محتوى اي افكار اي خرابيط ينزلوها. ومشان هيك صار في ناس تطلع وتنتقد المحتوى اللي الناس الثانيه قاعده عم تقدمه، لانه بكل بساطه في كثير ناس كانت تنزل محتوى سيء جدا بس عشان المشاهدات والفلوس، ما يهمها المحتوى ولا يهمها المتابع، اهم شيء انها تجيب مشاهدات وفلوس. وبالتالي بدا الانتقاد، الشيء الطبيعي اللي ممكن يصير. والفكره كانت طول ما هي الناس الغبيه هاي موجوده على اليوتيوب عم تسوي اشياء غبيه، رح يضل محتوى الانتقاد موجود. طبعا هذا الكلام استمر الى ان بدا محتوى الانتقاد يسبب مشاكل، وبدات الناس تترك هذا المحتوى، مثل احمد ابو الرب اللي غير محتواه كليا، وبار تيوب اللي اساسا ما عم بينزل كثير باخر فتره. وطبعا في اسباب وراء هذا الشيء، واحد من اهم الاسباب هو القضايا اللي كانت ترتفع على يوتيوبرز الانتقاد. كان يجيهم قضايا من الناس اللي هم يتكلموا عنهم بشكل مو طبيعي، وهذا الشيء طلع وضحه احمد ابو الرب بنفسه لما قال انه انسجن او تم ايقافه بسبب شكوى يوتيوبر او شخص مشهور عليه. وهذا كان واحد من الاسباب اللي اعترف فيها احمد ابو الرب اللي خلته يترك محتوى الانتقاد اساسا. وحتى الناس اللي صارت تفتح قنوات جديده صارت تخاف من هذا الموضوع، خاف بعد ما سمعت انه اوكي ممكن الناس ترفع عليه قضيه، خاف انها تطلع وتنتقد. مو بس هيك كمان يا عزيزي المتابع، حتى محتوى الانتقاد وصل لمرحله انه هو محتوى مكروه، والسبب بكل بساطه خليني اعطيكم مثال عشان تفهموا الفكره. لنفترض انه في يوتيوبر مشهور، تمام، هذا اليوتيوبر مشهور طلع وعمل شيء غلط، المفروض والشيء الطبيعي انه الناس تنتقده، ولكن لسبب من الاسباب وخصوصا اليوتيوبرز الصغار في اليوتيوب اللي بادين جديد بخافوا ينتقدوا هذا الشخص بسبب القاعده الجماهيريه اللي عنده. بقول لك انا لو انتقدته حتى لو كان عامل شيء غلط 1,000,000%، جماهير هذا المشهور رح تيجي علي وما رح تتركني بحالي. وصدقوني اي شخص بهذه الكره الارضيه طبيعي انه يتاثر بالكلام ومن التعليقات ومن الاشياء اللي بتنكتب له. فخلت هذا المحتوى شيء مكروه، انه انا في شخص غلط وانا محتواي انتقاد، المفروض اني انتقده بس ما بقدر لانه هو مشهور وعنده قاعده جماهيريه. وطبعا فاز هذا اليوتيوبرز المشهور بتدافع عنه بطبيعه الحال لانه بتصدقه وبتشوفه قدوه، حرفيا اي شيء بيشوفوه بيصدقوه، اي شيء بيحكي لهم اياه ممكن يصدقوه، وبنفس الوقت بحبوه. ولكن رايي البسيط والمتواضع، ما اتوقع انه محتوى الانتقاد ينقرض، اتوقع شبه مستحيل اساسا محتوى الانتقاد انه يبطل. واكيد هذا الشيء لانه الاسطوره دايم متربص لاي شخص يسوي شيء غبي على اليوتيوب وبينزل عليه اوكي امزح والله، يعني مو بس انا، اي يوتيوبرز، اتوقع اغلب يوتيوبرز الانتقاد اليوم، وفي كثير يوتيوبرز انتقاد طلعوا جديد على الساحه وانشهروا بشكل مو طبيعي، اتوقع هم نفس الشيء. ما اتوقع يتركوا هذا المحتوى بسهوله بسبب الشيء اللي هم عم بيقدموه، يعني اتوقع يضل مستمر هذا المحتوى، لانه طول ما في اشياء غبيه راح يضل في ناس قاعده عم تنتقدها، مستحيل يوقف هذا الشيء. وفي نقطه كثير مهمه، مو لازم يكون محتوى الانتقاد بس على المشاهير، اوكي؟ في ناس اخذت فكره غلط انه محتوى الانتقاد بيطلع بس على الناس المشهوره على السوشيال ميديا، الناس المشهوره على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على التيك توك ولا باي مكان ما. اوكي خلينا نكون واقعيين، التيك توك واكس او تويتر دائما فيه اشياء تقدر تنتقدها، ولكن محتوى الانتقاد ما له بس على هدول الناس او هدول المشاهير او هاي الفئه، لا، عادي يكون على ممثلين، عادي يكون على فيلم كامل، عادي يكون على انمي. فالانتقاد محتوى عريض جدا وكبير اكبر ما انت بتتخيل. فعادي يعني تلاقي شخص عنده محتوى انتقاد يطلع ينتقد لاعب كرة قدم، او يطلع ينتقد فيلم او مسلسل او حتى انمي. وعلى سيرة الانمي، عندنا على سبيل المثال الأسطورة ترافي، أغلب مقاطعه انتقاد على الأنميات الزفت اللي عم تنزل من اليابانيين المجانين حرفيا. أوكي، ومعانا السبب الأخير، حرفيا هذا السبب يمكن هو واحد او يمكن يكون اهم سبب اساسا موجود في المقطع كامل، واللي هي الفلوس. راح تقول لي يا حبيبي انت قاعد عم تخبص، شو الفلوس؟ شو يعني كيف ممكن الفلوس تاثر؟ اليوتيوبرز بنزل مقطع بيطلع له اعلانات على المقطع تبعه وبياخذ الفلوس، هذا الكلام صح، ولكن في طريقه ثانيه حتى اليوتيوبرز يطلع من وراها فلوس، واللي هي اعلانات الشركات او الشركات المعلنه واللي بتكون راعيه للمقطع او للفيديو اللي انت بتنزله. هذه الشركات حرفيا لما تشوف قناه شخص فيها مشاكل كثير، بتمشكل كثير مع يوتيوبرز ثانيين، بتمشكل كثير مع اشخاص ثانيين، ومحتواه
سلبي بطريقه او باخرى، بقول لك الشركات لا يا حبيبي انا ما باعلن، او هذا الشخص غير مؤهل اني اعمل اعلان عنده، بختاروا شخص ثاني. وهذا الشيء اكيد بضر صانع المحتوى. اي صانع محتوى حتى يكمل ويبدع بالمحتوى اللي هو عم بيقدمه بيحتاج فلوس، خلينا نكون واقعيين، بيحتاج فلوس حتى يقدر يتفرغ 100% لليوتيوب. فهذا اشوفه شيء جدا طبيعي صراحه. اوكي، اكتب لي انت رايك بالتعليقات، هل معقول محتوى الانتقاد ينقرض والاسطوره داي موجوده؟ انا عن نفسي ما اتوقع صراحه، بسبب الاسباب اللي ذكرت لكم اياها. وحتى لو كان في بعض اليوتيوبرز تركوا محتوى الانتقاد، صدقني عم بيجي بغيرهم كثير. بس والله بعرف انه المقطع قصير، وبعرف في كثير ناس عم تطالب مني اني اسوي مقاطع طويله، ولكن حرفيا حاليا قاعد عم بجهز لكم شيء لرمضان بينزلكم ان شاء الله برمضان. راح احاول اخليه شبه يومي برمضان، مع انه الشيء تقريبا مستحيل يصير، ولكن قاعد عم بشتغل عليه وعم بشتغل على مقاطع ثانيه. فيا قدروا تعبي، يا ريت هيك بلايك واشتراك. ولو حابين انه انزل مقاطع طويله فعلا، فاعرفوا انه اي مقطع طويل بنزل على القناه راح يخليني اني اسحب لفتره معينه حتى اقدر ارجع اسجل مقطع ثاني واشتغل عليه وانزله. فالخيار بايدكم، هل بدكم مقاطع طويله او بدكم مقاطع قصيره عادي وتكون اكثر يعني بشكل عام. بس والله لا تنسى تتابعني على الانستغرام، بتلاقي رابط حسابي على الانستغرام تحت بوصف الفيديو. ولو حابب تنضم معنا لكوميونتي الديسكورد حياك الله، كمان الرابط بتلاقيه تحت بوصف الفيديو. وبس والله اشترك، خلونا نوصل ل 100,000 مشترك بأسرع وقت ممكن، حلم ال 100,000 يا جماعة الخير. بس كان معكم داي، بيس. حلمنا نهار، نهارنا أمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة.